سندريلا. من منكم لم يسمع عن قصة سندريلا، تلك الفتاة الجميلة اللطيفة المظلومة الخلوقة التي تحلم ببطل يأتي على حصان أبيض وينتشلها من الفقر إلى قصور وغنى وسعادة. هذه القصة تذكرني بالمواطن البحريني والفساد. الفساد بشكل عام، ما هو الفساد؟ هو انتهاك لمبدأ الأمانة، العدالة، النزاهة. الفساد أنواع، هناك فساد سياسي، فساد أخلاقي، فساد مالي وإداري. المواطن البحريني يسمع ويقرأ الكثير عن الفساد في الإدارات الحكومية وغيرها. الجرائد تصرح بإهداء 400 مليون، والجرائد تصرح باختفاء 60 مليون، والجرائد تصرح أيضا باختفاء عقد من عقود الوزارية بقيمة 5 ملايين. يسمع هذا الأخبار ولا يجد لا محاسبة ولا متابعة ولا محاكمة. من يصلح هذه الحالة، هذا الفساد الذي يتكرر؟ هذا يجرنا إلى قضية ثانية. ليش الفساد قاعد ينتشر كخلايا السرطان في جسم الإنسان؟ ليش؟ ل4 أسباب. أولا، عدم وجود قانون رادع. ثانيا، عدم وجود جهاز مراقب. ثالثا، عدم وجود جهة تحاسب. رابعا، عدم وجود الوعي الشعبي الذي يحارب ذلك الفساد ويضغط على الجهات الإدارية لمحاربة ومحاسبة هؤلاء المفسدين. يا جماعة، إذا ما حاربنا ولا حدينا من هذا الفساد، هذا الفساد سيستشري في جميع كان البلد وسيسقط علينا آجلا أم عاجلا. البعض قد يقول إن لا، الديرة فيها قانون رادع وفي جهات مراقبة، لكن احنا يا جماعة ما نضحك على بعض، احنا نصارح بعض. احنا نقول ايش؟ قانون رادع قوي فعال حقيقي، جهة مراقبة حقيقية. اللي يبق 100 دينار يحاسبونه ويقبض عليه، واللي يهدر أو يختلس أو يخفي الملايين يطلع منها. يا جماعة، مو بهذا واقعنا؟ من يدفع ثمن الفساد في البحرين؟ المواطن البحريني هو الذي يدفع الثمن. الموظف البسيط، المعلم، رجل المرور، الإداري، المعاق، العاطل، المرأة البحرينية. شوف البحريني إلى أين وصل، يترزقون من سلة المهملات. شنو يعطي؟ الألمنيوم يعني أبيع راعي السكراب. ما عندك معاش؟ ما عندك شيء؟ الحمد لله، هاي 70 دينار مال الشؤون يعني. وما تسوي شيء؟ يعني الحمد لله والشكر يعني. الله يسعدك. الله يسعدك. الله كريم إن شاء الله. الله كريم. أي مواطن البحريني هاي. من المسؤول عن هذه الحالة؟ نحاسب من؟ نراجع من؟ وجود حرامي واحد معناته وجود 1000 عاطل، وجود نصاب واحد معناته وجود 1000 محتاج. قد يستغرب البعض بأني شبهت حالة سندريلا بحلم المواطن البحريني، لكن الحالتين فيهم تشابه في جزئية مفصلية. في كلتا الحالتين نرى القلوب ملئت إحباطا ويأسا، فبدأت تبني أحلاما وردية، لكن هذه الأحلام لا تتماشى مع معطيات الواقع، فأصبح حلم سندريلا وحلم المواطن البحريني فقط للهروب من الواقع الأليم. سؤال يطرح نفسه: هل محاربة الفساد سيبقى حلما أم سنعيشه واقعا؟ وفي الختام، السكوت عن الفساد في البحرين معناته إهانة كرامة المواطن البحريني. وطني وطني الغالي وطني.